زيزو قبل اي كلام انزل صلي على النبي في الكومنتات كده واعمل لايكك جميل ويلا بينا. احنا اكتر جمهور في تاريخ لعبة كرة القدم بيتاكل بعقله حلاوه وبناخد على قفانا وبنتغفل وسبحان الله ناس ما بتتعلمش. طلع كلام من امبارح واقاويل بتقول ان زيزو مش اقترب من الاهلي بنسبه 90%، زيزو اقترب من الاهلي بنسبه 99.9% انه يروح الاهلي. لعيب انت مش عارف تجدد له بقالك سنه، كل 3-4 سنين ده احنا هنجدد لزيزو بعد ماتش فاركو، ده احنا هنجدد لزيزو بعد ما نقعد في رمسيس، ده احنا هنجدد لزيزو بعد كافيتيريا علاء الدين، وانتوا ولا عارفين تجددوا له بعد سنه ولا عارفين تقعدوا معاه في كافيتيريا ولا وحالكوا بالبلا وجايبين لي الاخ ميدو مرايه ياكل بعقله الجمهور حلاوه. بص الاهلي الايام دي معاه سلاح، هو سلاح كاس العالم للانديه، يرجع روبرتو كارلوس من الاعتزال يلعب كوره عشان تبقى فاهم. فما فيش حاجه اسمها في الكوره اللعيب ده مش ممكن يعمل كده، واحنا اكتر ناس في العالم ملسوعه من الحوار ده. احنا اكاديميه للاهلي، احنا الايام دي او في خلال 10-15 سنه اكاديميه حرفيا للاهلي. فانت اكتر واحد ملسوع في الدنيا، فما تقعدش تقول لي لا، ما تقعدش تقول لي ده فلان مش هيروح، ده علان عمره ما يعمل كده. لا، كله يروح عادي، كله يروح. كاس عالم الانديه بطوله هتتلعب كل 4 سنين مره. فلعيب عايز يعمل تاريخ انت مش عارف تجدد له، ما تجيبش اللوم على اللعيب، ما تجيبش اللوم على اللعيب. راجل عايز حديقه الفسطاط تتكتب باسمه، انت مش عارف تجدد له. هو مين لعيب جامد كان عقده انتهى وانت ما عرفتش تجدد له؟ مين لعيب جامد الاهلي كان عايز ياخده منك وما عرفش ياخده منك؟ عمالين يمطوحوك من الونش لحسام عبد المجيد لبنتايج لزيزو، هم هدفهم الاول والاخير هي حته الاثار دي. فانت بتلوم عليهم، هتقعد تقول لي مش هنشجع كوره، ده احنا هنقعد نقول هنعمل غيره، هنقعد نقول مش عارف هنعمل ايه. طب خلاص بقى ما تخنجرش بقى وتقعد تقول لي عمره ما يعمل كده وفلان عمره ما يعمل كده. اتراقب على خيبتك واقعد بقى واسكت بقى لغايه ما نشوف الدنيا فيها ايه، لان الدنيا الطريق اخره ضلمه. الطريق اللي انا شايفه اخره ضلمه. ميدو جاي عشان يشيل الليله، نفس ليله امام عاشور بالظبط بالكربون. وهيجي السنه الجايه في برنامج رامز في رمضان ان شاء الله عشنا وكان لنا عمر، هتلاقي زيزو وميدو نفس حوار امام السنه اللي فاتت. مش انا كنت عايز اقعد معاك يلا؟ مش انت كان نفسك تقعد في الزمالك؟ شغل عكس بيحصل وحوارات، والجمهور الزمالك لا غنى عنها. انت مش عارف تجدد له، اطلع قول للجمهور يا جماعه الراجل ده احنا مش عارفين نجدد له، الراجل ده مش هيقعد، الراجل ده عايز كذا. انما انتوا سايبين الدنيا عايمه وسايبين الدنيا ميغه ومش عارفين تواجهوا الجمهور ولا عارفين الدنيا يحصل فيها ايه، وهو خلاص عقده شبه انتهى. زيزو لو وقع بكره للاهلي كلكم بلا استثناء هيجي لكم جلطه. ده لو انتوا كان عندكم دم، يعني ده لو انتوا كان عندكم دم. انما الاهلي هيفضل ياخد منك لعيبتك سبحان الله، ويفضل يديك على قفاك. هو انتوا ما بتتعلموش يا جدعان؟ هو انتوا ما بتتعلموش؟ قعدنا نقول امام لا، مؤمن زكريا لا، بن شرقي عمره مش عارفه، في اخ بتاع الزبادي عمره ما يبيع لبن. الناس كلها يا جدعان بتروح عادي صباح الفل. ما اللعيبه دي مش مسخره لك، اللعيبه دي مش مكتوبه على اسمك. يا عم انت نادي كبير وكل حاجه وشرف لاي حد يلعب في الزمالك، بس خلاص بقى ما انا همشي من الزمالك معلش، مش راح تليفونات بني سويف، ده انا رايح الاهلي يا عم، انا رايح العب نهائي افريقيا كل سنه يا عم، انا رايح كاس عالم للانديه، انا رايح مش عارفه بطوله الانتر كونتيننتال دي يا عم. فالزمالك دايما هيتقاس جنب الفرق اللي زي تليفونات بني سويف والعروض. لا اقعد في الزمالك. فالدنيا هتختلف لو انت بتلعب في الزمالك وجالك الاهلي، فانت هتبدا تفكر، ولو انت بتلعب في الاهلي هتبدا تفكر لو جالك الزمالك. هم دول بس.
انما اي لعيب هيشتريك قدام اي فريق تاني، دي معروفه، دي مش محتاجه ان انا اتكلم. فما تخشش في صدام دايما مع الاهلي في لاعب، ما تخشش في صدام مع الاهلي في لاعب. بدليل احمد رضا بتاع بتروجيت كان لعيب عندك لحد السنه اللي فاتت، مشي من سنه ونص بالظبط، استغنوا عنه قالوا له امشي انت الدنيا مش جايه معاك، مع ان الولد كان زملكاوي مجنون ومتعصب من كلام ناس قاعده معاه ليل نهار يعني. احمد رضا راح بتروجيت، الدنيا فتحت معاه ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك له، بقى لعيب جامد، بدا يبان، جاله الاهلي والزمالك. احمد رضا اختار مين؟ احمد رضا اختار مين؟ اختار انه يروح الاهلي. فانت هنا ما تدخلش نفسك مع الاهلي في صدام مع لاعب، انت لا معاك ماليه ولا الدنيا معاك حلوه، والدنيا معاك متطربقه وشويه هجاصين وشويه ناس كدابه ومش لاقيين تاكلهم، فاركنوا بقى يا عم بقى، ما توهمنيش بقى. انت بقالك 3 سنين بتتدارى في بطوله الكونفدراليه، بقالك 3 سنين بتتدارى، ما انتش عارف تطلع تاني الدوري. فزيزو هيقعد لك يعمل لك ايه؟ بنتاج هيقعد لك يعمل لك ايه؟ انت الدنيا معاك بايظه، انت كل اسبوع معاك بتغير مدير فني، انت نادي مش مستقر، انت نادي بيتدرب عليه الخلا نوسه. فايه اللي يخلي لاعب زي زيزو بيجي له عرض من الاهلي هنديك مش عارفه 18، هنديك 20، هنديك عربيتين رانج روفر، لا هنديك عربيتين كارو، ايه اللي مش هيخلي لاعب زي ده انه يبدا يقعد مع نفسه والوجهات بتتغير في ثانيه؟ هو حد كان يقتنع ويصدق ان امام عاشور في يوم من الايام مش يلعب في الاهلي يقول على نفسه اهلاوي؟ حد كان يقتنع؟ انا كنت اصدق زيزو يروح الاهلي وفتوح وامام لا. الاهلاويه ذات نفسهم عارفين الكلام ده، انا مش بكذب يا جماعه. يعني هم الاهلاويه مقتنعين اقتناع تام بالكلام اللي انا بقوله، ان زيزو يروح الاهلي، انما امام ما كانش عمره هيروح الاهلي. شوف الدنيا والتشقلبات وتغيير الافكار. امام راح الاهلي اللي كان معجون بميه الزمالك، وبيطلع دلوقتي بيقول انه اهلاوي من صغره، انه قال كده بسبب مش عارفه انه كان بيلعب في الزمالك والكلام ده، والدنيا مشيت صباح الفل ان الراجل اهلاوي. لكن جماهير الاهلي فاهمه ان الراجل كان زملكاوي، لانه هو دلوقتي بيقضي فتره احتراف، لاعب كره محترف، فبيقضي فتره الاحتراف اللي انا بلعب في الاهلي فانا منتمي للاهلي. وده الكلام اللي بينقله دلوقتي اشرف بن شرقي، ان انا لعيب كوره، لعبت ابيض هلعب، لعبت احمر هلعب، لكن بحترم الابيض وبحترم الاحمر وماليش دعوه باي حاجه بتحصل خارج الملعب وفي الملعب. هو ده الكلام. فما تقوليش لا ده عمره ما يروح، لا ده عادي عمره يروح، واي حد في الزمالك الاهلي عايزه هياخده، وعمالين مطمروكوا من ده لده لده لده، لان انت العيب عليك، انت اللي مش عارف تجدد لعيبتك. فهتطلع بقى تقول لي اصل الاهلي بيخطف مننا اللعيبه، اصل الاهلي مش ما هو الاهلي عايز يكسب، ما هو الاهلي بقى باصص لبطولات اكبر منك، ما بقاش بيفكر فيك. الاهلي عايز يروح كاس العالم للانديه ومعشق، الاهلي عايز يروح ياخد افريقيا. فانت بقى نقعد بقى ندخل بقى ده الاهلي بيخطف ان ده الدوله بتسال، لا يا عم، هي ناس معاها فلوس وانت نادي مستباح، فمن الطبيعي ان هو عايز ينجح نفسه. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، استنوني في الفيديوهات الجايه كتير. احلى ناس في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب.